كل الأمنيات للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل، وربنا يا رب يقومه بالسلامة لكل جماهير المصرية من قلب أهلاوي، لأن حسن شحاتة شخص مش عادي. حسن شحاتة فعلا أسطورة مصرية، وهي الأكثر تأثيرا مع احترامي للجميع على مستوى، سواء كان كمهارات كلاعب، كمدرب لمنتخب مصر، وكتاريخه وإنجازاته. وهنسردها دلوقتي. كابتن حسن شحاتة تعرض لوعكة صحية، دخل على أثرها المستشفى وعمل عملية، وربنا يا رب يقوم بالسلامة ويرجع لكل محبيه. اللي شاف الكابتن حسن شحاتة واللي يعرف الكابتن حسن شحاتة واللي قرأ عن تاريخ الكابتن حسن شحاتة هيعرف إن هذا الرجل من الصعب أن يتكرر هذا النموذج. الراجل دوت كان لاعب فاز، بيلعب في كذا مركز، حتى حراسة المرمى كان بيلعب فيها كابتن حسن شحاتة. حظه العسر ان قامت الحرب بتاعت 67 و73، ودي اللي حرمت الكرة المصرية. اعتقد كان هيبقى ليه شأن اخر كبير جدا في مصر وفي تاريخ الكرة المصرية، وقد يصل للعالمية. حسن شحاتة مواليد 47، كفر الدوار، كان ناشئ في الزمالك 66، طلع وقت الحرب من 68 ل 73، لعب في نادي قزمة الكويتي، خد هداف الدوري هناك مرتين، وخد أفضل لاعب في آسيا عام 1970. حسن شحاتة في آسيا مش في أفريقيا، وادوله الجنسية الكويتية كمان. من 73 ل 82 رجع تاني الزمالك، وكان من اصحاب نادي ال100، احرز 100 هدف في الدوري، وخد هداف الدوري المصري مرتين. تاريخه بقى وانجازاته كمدرب لا تقل ابدا عن مسيرته العملاقه كلاعب كره قدم. حظه كان عسر ان كان عندنا حرب، لولا ذلك اعتقد كان حسن شحاتة هيبقى حاجه تانية خالص. حسن شحاتة خد بطولة أفريقيا للشباب عام 2002، خد بطولة أفريقيا للكبار في إنجاز تاريخي لم يحدث في تاريخ الكرة الأفريقية 3 مرات ورا بعض، وبأداء هو الأعظم والأروع في تاريخ الكرة المصرية، لم يحدث ولا قبل ولا بعد. حسن شحاتة 2006 2008 و2010 لم يحقق أي مدرب إنجاز الفوز ببطولة قارية زي أفريقيا إلا مدرب غانا اللي اتساوى مع كابتن حسن شحاتة، مع اختلاف إن هو خدهم متقطعين، ما كانوش ورا بعض كده على طول. بعد كده خد افضل مدرب في افريقيا سنة 2008، اعلى تصنيف للمنتخب المصري عام 2008 في تاريخه كله، انه وصل للمركز التاسع في تصنيف الفيفا. في الاندية بقى حدث ولا حرج، الراجل ده عمل انجازات وروائع لم تحدث من قبل مع مدرب. يعني الراجل ده طلع السويس من 96 96 97 من دوري المظالم لدوري الدرجة الأولى، وطلع المقاولين، كسبوا كاس مصر 2003، بل وكسبوا كمان السوبر المصري في 2004. ده جزء بسيط عن تاريخ الأسطورة حسن شحاتة اللي اتغنى له من السبعينات والثمانينات أغنية حسن شحاتة يا معلم خلي الشبكة تتكلم. مليون سلام عليك يا أبو كريم. وفعلا اللي عاش الراجل دوت هيعرف إن هو ولا أعظم ولا أروع المدرب واللاعب اللي ما اختلفش عليه اتنين، سواء أهلاوي أو زملكاوي، اللي بيعشقوا الملايين سواء أهلاوي أو زملكاوي، اللي كان مقنع جدا، اللي كان أب حنون مع أي إنسان كويس، وكان في منتهى القوة ومنتهى الحسم مع أي حد متجاوز. ودي كانت عظمة ورقي وجمال أبو كريم ابن البلد. ألف سلام عليك يا كابتن حسن، وشكرا.